لو أول مرة تشوفوني فمعاكم جويرية محمد، مؤسسة تراكيب، وفي نفس الوقت يعني متخصصة في التربية. هتشوفوا أول تعريف في الانترو بتاع القناة. فيلا بينا نتكلم النهاردة عن دور الأب في حياة الأطفال. بسم الله. في ناس كتير بتيجي تقول بابا كان موجود معانا، عمره ما أثر في حاجة، دايما بيجيب لنا أحسن حاجة وما بيتأخرش علينا، طلبات البيت كلها موجودة، لما بنحتاج حاجة بيجيبها لنا، عمرنا ما تأخرنا، عمره ما تأخر علينا في حاجة. يعني أي حاجة بنطلبها بنلاقيه، بيبعت لنا هدايا، بيعمل كل حاجة. بس مش ده بس اللي كنا محتاجينه منه، كنا محتاجين حاجات أكتر من كده. فالأب يحس طب ايه يا ترى دوري؟ يعني دي حاجة دايما كل واحد يقولك مش مقصر مع ولادي في حاجة. طب هو ايه يعني؟ هل انت عارف انت اصلا المفروض دورك يبقى ايه ناحية ولادك، ولا بس انت فاكر ان المفروض تديهولهم بس ماديات، ان انت توفر لهم راحة مادية فقط؟ فده يعني ده للأسف يعني حاجة تربينا عليها، ان غالبا الأب اكتر حاجة مسؤول عنها هو ان انت تجيب لهم فلوس بس. يعني هو انا عايز اجيب لاولادي فلوس واوفر لهم الامان المادي. طبعا دي حاجة مهمة جدا محدش يقدر ينكرها، بس مش ده لوحده اللي كفاية. يعني الامان المادي ومعاه كمان الامان العاطفي. فاحيانا في اباء بتبقى موجودة في البيت، في فرق ما بين الاب الموجود والاب الحاضر. الاب الموجود يعني انت جسديا موجود بس ذهنيا انت مش معاهم، فانت بترجع من البيت تمسك الموبايل، تسلم على الولاد عاملين ايه الاخبار، بس اسئله يعني كده، بس تقضيه واجب. لكن هو انت فعلا عايز تعرف هم عاملين ايه، ولا بس انت مجرد ايه الاخبار؟ ابعدوا بقى، خشوا بقى، اهدوا بقى كده، بطلوا خناق، عايز الدنيا تبقى هاديه وسيبوني في حالي. الولاد بيحسوا مع الوقت ان هم يعني بابا ده بيجي خلاص احنا ما نقربش منه، احنا نسيبه عشان هو بيجي مضغوط من الشغل وعايز يفصل ويريح. تمام، حقك انك تفصل وكل حاجة، بس كمان الولاد ليهم حق علينا. يعني هم محتاجين ان هم يلاقوك موجود. لو انت بقى اب حاضر، انت برضو بترجع من الشغل برضو تعبان ومجهد وكل حاجة، بس يعني اكيد عندك 10 دقايق تقدر تقعد معاهم من غير موبايل مثلا. يعني ان احنا بنقعد ندردش، نطمن على اولادنا، نلعب معاهم، نعمل اي كونتاكت، يعني تواصل بصري. فبننزل لطولهم وبنبص بنتكلم معاهم، فبنحسسه ان انت كائن مهم و... ووجودك فارق في حياتي كأب. يعني وجودك مهم، وان انت شخص متشاف، وان انت شخص مهم جدا عندي. ومش هقعد بقى اقول له لما يجي يعيط بطل زن، ايه الزن اللي انت إيه اللي انت بتعمله ده؟ كل الحاجات دي بتحسس الطفل ان انت، فالطفل يتعلم ان، او دي حاجة ما تخوفش على فكرة، خليك راجل، الكلام ده وحاجات بتبقى مهمة ان الاب يعملها، بس احنا ممكن نعملها برضو بس بشكل كمان يخليك تقدر المشاعر بتاعته. فلما انت بتقدر مشاعره، هو بيحس ان بابا الراجل الرمز الكبير اللي هو رمز الامان والحماية، واللي هو بيديني الزقة ان انا اكتشف العالم الخارجي واحس ان انا مسنود لو وقعت. زي ما كده ما بنحدف دايما الاباء بتحدفوا كده الولاد وتلقطوهم والعيال بتضحك، هما مطمنين ان انت عمرك ما هتسيبهم. يعني ان انت هتحدفني بالمنطق كده، دي حاجة تودي في داهية، تخلي الطفل يحس ان هو انا هقع على الارض. وغالبا الامهات بتبقى قاعده بتصوت، يعني لما حد بيجي يحدف ولادها كده غالبا الام بتصوت، بس الاب بيبقى هو عارف ان هو هيقدر يكنترول ده، فالطفل بيبقى مطمن. عشان لكن لو حد تاني جه عمل له ده، لا هيبقى قلقان. هو عارف ان بابا ده بيديني الامان، بابا ده الدعم الخارجي بيجي منه، ان انا هقدر اكتشف العالم، المخاطر، الحاجات ان احنا بنجرأهم على العالم، اللعب الخطيرة شوية. لما الطفل يبقى خايف وقلقان بيجري على بابا غالبا. لما بيبقى عايز يكتشف يتدلع بيروح لماما. عايز يكتشف حاجة فيها تهور وكده، غالبا الأب هو اللي بيساعده أكتر من الأم، عشان الأم طبيعتها بتقدم حنان أكتر، بتطلع أعذار، بتبقى خايفة على الولاد بشكل كبير، فبالتالي هي بتديله دايما أعذار للي هو بيعمله. فلو قال لها انا قلقان يا ماما، او انا خايف، انا مش عايز اعمل ده دلوقتي، مش عارفه ايه، الام هتقول له ايه؟ خلاص يا حبيبي مش لازم نعملها، دي حاجه يعني دي طبيعه الست. يعني هي بتبقى عاطفيه اكتر،
الاب هيقول له ايه؟ انا عارف مثلا انك خايف في العادي طبعا، اللي هو ما تخافش وروح، بس احنا يعني هنتكلم في حته ده. لا انا معاك، انا مش عارفه ايه، فروح وانا همسكك، روح وانا انت بتطمنه، جرب وهمسكك. شوف بتدي زقه للطفل. ده مش هيحصل لو انت اب مش باني علاقة مع اولادك. يعني لو انت فجأة جيت تقول له انا موجود في حياتك، بعد كده فجأة هتبقى عايز ولادك يسمعوا كلامك، فهيسمعوا كلام ليه؟ انت مش باني. هم متعودين ان انت بس مجرد بنك بالنسبة لهم، بتوفر لهم فلوس، بتعوضهم عن غيابك بهدايا، مش بتبقى حاضر، مش بتتكلم معاهم، مش بتحترم مشاعرهم. يعني هيحكوا معاك ازاي وهم كل ما يخافوا او يعيطوا، اللي هو بطل زن، انت راجل ما تعيطش، او انت ايه بقى هتبقي ست نكديه. فهم خلاص هيعملوا ايه؟ هيبتدوا يحفظوا، يعني يسيبوا المشاعر بتاعتهم لنفسهم، يقولوا لك اللي انت اللي عارفين ان هو هيبسطك، هيبقوا بيفلتروا ايه الكلام اللي هيقوله. فهيجي مع الوقت لما يكبروا مش هيجوا يحكوا لك حاجه، عشان هم عارفين ان بابا ملوش خلق ان هو يسمع كلام عن مشاعر، عن مخاوف. بابا مش شايفنا، بابا عاوزنا بصورة معينة نبقى بابا على طول تعبان، بابا عنده أولويات كتير، فاحنا حاجة مش مهمة بالنسبة له. فعدم وجودك وعدم اعترافك بألمهم أو مشاعرهم، مش لازم بطريقة يعني اللي هو أنا بطريقة يعني مثالية قوي، بس على الأقل اللي هو احنا مش بنقلل من الخوف بتاعهم، من الغضب بتاعهم. بالعكس هم بيشوفوك كمان نموذج للتعبير عن الغضب. لما انت بتغضب بتعمل ايه؟ لما انت بتبقى زعلان بتعمل ايه؟ آه يعني هنتكلم في الفيديو الجاي عن العلاقة بينك وبين مراتك، ازاي ده بيأثر على الولاد، ازاي ان العلاقة الزوجية او العلاقة بين الراجل والست بتأثر على الولاد جوه البيت. بس هي بشكل مبدئي يعني الأب دايما للطفل هو رمز للقوة، رمز للعالم الخارجي اللي بره، رمز للحدود. هو بيتعلم يتحط حدود وقوانين غالبا من الأب. يعني الحاجات دي كلها رمز العطاء، رمز يعني العطاء المادي يعني أكتر. الأم غالبا رمز للعطاء المعنوي أكتر. كل الحاجات دي انت اللي بتشجعه ان هو يواجه المخاوف بتاعته. فده مش الام مش هتقدر تقدم كل ده. الطفل محتاجك ومحتاج الام، بيتعلم منك حاجات وبيتعلم من الام حاجات. فكرة ان احنا نرمي التربية تماما وبنبقى شايفين ان الست هي اللي هتقدر تقدم له كل حاجة، فلا صراحة دي حاجة ظالمة جدا للولاد. مش هقولك ظالمة للست، يعني هي الست غالبا الام بقت عارفة دورها غالبا بشكل، يعني المجتمع مش مؤثر في ده. بس انا بتكلم على الولاد، احتياجهم النفسي منك مختلف خالص عن احتياجهم النفسي من مامتهم. فهم في حاجات مهما حصلت عمر ما الام هتقدر تقدمها لوحدها. فالاب بس الاب هو اللي بيبقى وجوده مهم. الاب بيطمن البنت، الاب بيأثر على علاقتها بنفسها وعلاقتها بشريك حياتها في المستقبل من خلال، يعني تخيل انت علاقتك ببنتك من وهي طفلة ازاي بتأثر على مستقبلها ونظرتها للعلاقات قدام، وشكل اختيار حياتها قدام، شريك الحياة بتاعها وتعامل وايه اللي هي تستقبله منه، ايه اللي هي ما تستقبلوش منه. كل الحاجات دي يعني دورك انت كأب. الكلمة الحلوة منك لبنتك، ازاي ان دور الأب مع البنت بيفرق جدا، ان هو لما يجي يعلق على شكلها، على لبسها، ده بيحسسها ان هي متشافة من بابا، فانا مش محتاجة حاجة تانية من الدنيا. الولد لما يحس ان باباه بيتكلم معاه وشايفه راجل وان هو يعني حد مسؤول، ازاي ان ده بيطلع طفل قادر يواجه الحياة، بيتحمل المسؤولية، شبعان. يعني الاب البنت والولد دي بيبقوا شبعانين، متشافين من باباهم اللي هو رمز العالم الخارجي بالنسبه لهم، فيقدروا يواجهوا العالم بدون اي مخاوف. هتقولي طب والله انا ما عنديش وقت، يعني احنا بنيجي من الشغل يا دوبك نقعد، انا مضغوط طول اليوم، بصحى من الساعه 6 او 5 وانزل شغلي وارجع. يعني تمام، محتاجين بس 10 دقايق في اليوم. 10 دقايق في اليوم لولادك كأنهم يعني المصل بتاع اللي بيحميهم من حاجات كتير قوي، والله حاجات كتير قوي قوي يعني. يعني ما تستهونش بوجودك، يعني بوجودك كأب في حياة ولادك خالص. 10 دقايق ان انت تقعد تلعب معاه من غير موبايل، من غير تلفزيون، ما يبقاش يعني حط الموبايل كده على جنب وتقعد معاهم عامل اي كونتاكت،
بعينك وشايفهم، وانسى بقى الشغل وانسى كل حاجة، وانت هتتبسط لما ولادك هيبقوا قاعدين مبسوطين، هيبقوا اهدى، لما يبقوا شبعانين منك هيبقوا اهدى، وده اللي هيخليهم قدام لما يكبروا يرجعوا لك وياخدوا رأيك. يعني ده هيخليهم يرجعوا لك وياخدوا رأيك في حاجات عشان هم حابين ده، مش عشان هم مضطرين يعملوا ده. فمفيش حاجة هتجبرهم لما يكبروا ان هم يرجعوا يتكلموا معاك وياخدوا رأيك. فان انت ازاي ان انت لو في تمرين او حاجة ان انت ممكن تروح لهم التمارين مرة كل فترة، ازاي ان ده بيزود جرأتهم في التمرين، وازاي ان ده بيفرق في نفسيتهم وبيديهم شجاعة وقوة، وزي ان انت تتكلم معاه في المشاكل. يعني لو مثلا ولد واجه مشاكل في المدرسة او مع زمايله او كده، ازاي يتعامل. ده غالبا مش يعني الام هتبقى غالبا بتديله نصايح مسالمة جدا، احيانا بنبقى محتاجين نصايح مش مسالمة، بس نصايح مش لدرجة يعني نصايح واقعية. الام بتدي نصايح حالمة سنة، الاب بيدي نصايح واقعية اكتر. فده كله هيتعلمه من مين؟ من الاب مش من الام، من الكلام اللي انتوا هتقعدوا تتكلموه، وانت مش هتعرف ان هو محتاج غير لما تقعدوا تتكلم معاه. ازاي ان هو يتعامل مع مشاعره والغضب. انا عارفه ان كتير منكم كاباء يعني ان انت ممكن انت نفسك ما تكونش تعرضت لده، وده مفهوم جدا. يعني ان باباك كان غايب وان هو ما كانش موجود، وان هو كان كل دوره في البيت ان هو ممثل مثلا السلطه فقط والفلوس وبس. هو يعني وان هو بيبقى موجود بس. يعني ايه بابا يقعد يلعب معانا؟ يعني ايه بابا يقعد يتكلم؟ يعني ايه بابا يقعد يحكي قصه معانا قبل النوم مثلا؟ دي حاجات يعني ما كانش متعارف عليها قوي. بس الحمد لله احنا دلوقتي مش بنقول اللي هو مش بنذم في اهلنا او اي حاجه، لا خلاص اللي اهلك عملوه عملوه. كتر الف خيرهم ان هم كبروك لحد ما انت بقيت راجل ومسؤول وعارف ان وجبت اطفال، فانت كده يعني في شوط كبير عرفوا يخلوك حد يعني تقدر اللي هم عملوه. بس عادي، في معلومات ظهرت، في حاجات بقت تأثر، فانت القنوات بتاعة التعليم دلوقتي مختلفة خالص عن زمان. زمان ما كانش عندهم المصادر اللي يعرفوا فيها ان وجودهم بشكل معنوي مهم اكتر من المادة، من الفلوس، من الشغل، او مهم زيه زي المادة والفلوس والشغل. فاللي هو وانت لما هتعمل ده مع اولادك انت هتحس بفرق رهيب. يعني انت نفسك هتبقى مبسوط ان انت ليك دور فعال، هتحس ان انت مش مجرد مكنة بتجيب الفلوس للولاد وبس. لا، الولاد بيبقوا عايزين يكلموك، عايزين يشاركوك في حاجات، يحكوا لك حاجات. آم، هتفرق والله، هتفرق جدا في التربية. وبنشوفها مع الولاد ازاي ان الاب لما بيقعد مع ولاده كواليتي تايم، وقت مخصص ليهم هما الاتنين، 10 دقايق او ربع ساعة او اخر الاسبوع، ياخد كل حد من ولاده ويخرج معاهم لوحدهم، ازاي ده بيفرق في سلوك الطفل بقية الاسبوع. حقيقي انا شفتها كذا مرة في السيشنز، في الجلسات، ازاي ان سلوك الطفل بيتغير، ازاي ان الطفل بيبتدي نظرته بيبقى اهدى، بيبقى الضرب وسلوكيات العنف بتاعته بتبقى اهدى بكتير جدا. اعتقد يعني هو شبع خلاص من الاب، اطمن ان بابا شايفني، اللي هو الحاجة الكبيرة قوي دي مركز معايا، انا الحاجه الصغيره قوي ده هو مركز معايا ومديني من وقته. بابا المهم اللي على طول بيتكلم في الشغل وفي ناس كتيره بتكلمه واللي مليون واحد بيعمل له حساب، بس هو سايب كل ده وقاعد معايا، فقد ايه انا شخص مهم. فما تستخسروش ده في ولادكم، يعني ما تستخسروش من صحتكم ووقتكم، عشان هيجي وقت ويعني مش هتعرفوا تقعدوا معاهم. هم اصلا مش هيسمحوا لكم ان هم تقعدوا، خلاص هم هيبقوا كبروا، هيبقى عندهم صحابهم، عندهم الكوميونتي بتاعهم، هيبقى انت بالنسبه له مجرد فلوس بس. ساعتها فعلا لو ما كنتش عملت علاقه معاه لطيفه، ما حاولتش تصاحبه، ما حاولتش ان انت تديله من وقتك وهو صغير، صعب ان هو لما انت يعني صعب ان هو يديلك من وقته لما يكبر. يعني ما هو هي حاجات بتترد برضو، يعني هي دايرة بتروح وبتيجي. فبس ادوا لولادكم وقت 10 دقايق في اليوم، حقيقي دي بتفرق، وهتفرق في سلوكيات الأطفال بشكل كبير جدا جدا، وهتشوفوا ده. والحاجة التانية لما يجي مثلا يتكلموا عن المشاعر وكده، أنا عارفة إن الكلام عن المشاعر مع الرجالة في المجتمع في الوطن العربي حاجة تقيلة شوية، بس قوله ما تقعدش تقوله ما تخافش، ما تعيطش، ما تعملش، لا، اللي هو أنت زعلان ليه؟ طيب أنا عارف إنك خايف، بس أنت خايف من إيه؟
فمنها إن أنت قدّرت حسّسته إن أنت إن مشاعره متشافة، وفي نفس الوقت أنت هتدّي له يتعامل إزاي، يعني هتدّي له بقى طَب خلاص خايف، طَب تعالَ نجرّب، تعالَ نحاول، تعالَ أنا هابقى في ضهرك، أنا مش عارفة إيه، الكلام ده هيشجّعه إن هو يجرّب ويحاول تاني وتالت. بس كده، ده النهارده كلامنا عن دورك كأب. المرّة الجاية هنتكلّم يعني برضه الفيديو اللي بعده هنتكلّم غالبًا عن تأثير العلاقة بين الزوجين أو الأب والأم على الولاد جوّه البيت. يعني يا ريت تدّوا من وقتكم لولادكم زي ما بتبقوا مهتمين بالشغل جدًا، وبدل ما بنسكرول على الموبايل يعني قلِّل وقت الscrolling على الموبايل كده بدل ما يبقى ساعتين، بس خلّيها ساعة ل10 دقايق، ساعة ونُص بدل ساعتين مثلًا. هتفرق والله، هتفرق جدًا. وبس كده، أنا عارفة إن التربية محتاجة رحلة طويلة، محتاجة طولة بال، هي بتربينا إحنا قبل ما بتربي الولاد، إحنا اللي بنتربى، وكده، كده إحنا ماشيين في تراكيب خطوة بخطوة بإذن الله معاكم، وربنا يسهّل. شكرًا.